السلام عليكم ورحمة الله. يلا تعالوا نشوف أول أكلات العيد الأضحى هنعملها ازاي. فتة مصري. هنجيب حلة الضغط بتاعتنا وهنحط مية بتغلي على النار، ولما تغلي هنحط بصلتين وطماطماية وجزراية، ومعانا كيلو من اللحمة، فص واحد حبهان، ونص معلقة فلفل اسود، ومعلقة ملح، وهنضغط اللحمة. هنظبط التايمر على 15 دقيقة. ومعانا حلة على النار فيها معلقة توم واي مادة دهنية انت عايزاها، زيت، سمنة، اللي بتحبي تطبخي بيه. هنستنى لما التومة تصفر كده، وهننزل عليها كيلو من الطماطم معصور. هنسيبها تتسبك، وهنيجي في حلة تانية على النار هنحط مادة دهنية، زيت او سمنة برضو اللي بتحبي تطبخي بيه. وهنا معانا كوبايتين من الرز الابيض المصري بتاعنا. هنشوحهم كويس قوي، وهنحط عليهم معلقة ملح. وهنشوحهم كويس، ودي خطوة مهمة لحد عشان نتأكد ان الرز هيطلع مفلفل. وهنزوده مية سخنة من الكتل، وهنسيبه يستوي على نار هادية. هنيجي بقى فوق على النار هنحط شوية زيت وشوية سمنة ومعلقة توم كبيرة، وهنحمر فيها التوم كويس قوي لحد ما تصفر ولونها يبقى كده زي ما انت شايفة. هنطفي التوم بالخل، هنطفي الخل توم بالخل. وهنكون مجهزين عيش محمص، وهنبتدي نشوحه مع التوم والخل، وعصرنا عليهم ليمونة، وهنشوح كويس قوي. هنا هنحط كبشتين من الصلصة اللي احنا عملناها، ومعلقتين من الرز الابيض اللي احنا عملناه مع بعض، وهنقلبهم كويس قوي. بس كده، واحنا كده خلاص خلصنا الفتة بتاعتنا. وهنغرف. اول حاجة بنغرف العيش، هنغرف معلقتين رز عليه، وهنا الصلصة. وكده خلاص خلصنا الفتة بتاعتنا، ولا في اسهل من كده. وبألف هنا.